عبر سفيان الكرواني على دهشته الكبيرة من بعد ما لقى راسو خارج اللائحة النهائية ديال المنتخب الوطني المشاركة في كان إفريقيا للأمم 2025، وقال باللي كان متوقع يكون واحد من اللاعبين اللي غادي يتم المنادات عليهم، خصوصا وأنه كان حاضر بشكل مستمر وقدم مستويات مزيانة في هذه الفترة الأخيرة. وفي تصريح القناة ESPN الهولندية، قال الكرواني أنه ما خباوش الحال من اللي وصلوا خبر استبعاده من هذا الحدث القاري، وحاس بأنه كان يستحق ياخد بلاصتو. وزاد موضح: كنت كنظن أنني كنستاهل نكون مع المجموعة، ولكن في الأخير هذه اختيارات المدرب، وأنا الذي نكمل نخدم ونجتهد داخل الملعب. وأكد المدافع أنه ما وصلوا حتى تفسير على سبب خروجه من اللائحة، وقال أنه حتى في آخر توقف دولي ما كان حتى تواصل واضح من طرف الطاقم. ورفض الكرواني يعتبر رأسه ضحية، وقال: ما بغيتش نقول باللي أنا مظلوم، مع مدرب آخر ممكن تكون اختيارات مختلفة، اللعب اللي كنقدمه فوق الميدان هو اللي كيهضر عليا. وكشف أنه تجاوز صدمة الاستبعاد بسرعة، وأضاف: طبيعي تحس بالإحباط، لكن أنا كنرجع بسرعة، خليت الموضوع ورايا ودابا مركز على المستقبل ديالي.